بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السي محمد المتوكل من مواليد مدينة سلا، فنان سلاوي مغربي. البدايات والانطلاقة الأولى كانت سنة 1977 من دار الشباب. كيف ذلك؟ لا أخفيكم سرا، وهو أنني مررت بعدة مهن خلال العطل الصيفية، حيث أن الوالد رحمه الله كل عطلة صيفية كان يوجهني إلى ورشة معينة بمدينة سلا، كالنجارة والحدادة وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية إلى غير ذلك من المهن. ففي إحدى الأيام من سنة 1974 كانت إحدى الفرق بدار الشباب تتمرن على مسرحية معينة للفنان الكبير محمد الجم، فإذا بهم ينادون علي على أساس أن أنجز لهم ديكور المسرحية. في تلك الأيام كنت أنا أفهم في المطرقة والمنشار والمسمار إلى غير ذلك. فعلا صنعت ديكور حسب متطلبات المسرحية من أبواب وصباغة وسقايا وإلى غير ذلك من الملحقات والمناظر السينوغرافية للمسرحية. من هنا كانت الانطلاقة، حتى التقيت بأستاذنا الجليل عبد المجيد فنيش ضمن فرقة العمل المسرحي، وهي فرقة تتكون من مجموعة من الفرق المعروفة بمدينة سلا كهواة الفن والنادي الأدبي والخيالة. كنا كانت شيء 5 جمعيات مسرحية. من هنا كانت الانطلاقة. اشتغلنا على مجموعة من الأعمال المسرحية مع أستاذنا عبد المجيد فنيش. كنت ممثلا وعازفا وموسيقيا وملحنا وممثلا، وكنت كصانع للسينوغرافيا والديكور بطبيعة الحال بمحاذاة أستاذنا عبد المجيد فنيش، الذي كان كلما أراد شيئا فوق لتأتيت المسرحية إلا ويناقشني فيها حتى أنجز الديكور. من هنا اشتغلنا على مجموعة من المسرحيات التي تهم بالتراث الملحون، ما يفوق 20 عمل مسرحي، على شاكلة أستاذنا المرحوم الطيب الصديقي. فأخذ المشعل أستاذنا عبد المجيد فنيش على هذا النهج لإخراج مجموعة من الأعمال من إعداده وإخراجه. شاركت في عدة مسلسلات مغربية وأفلام تلفزيونية وأفلام عالمية، كما شاركت في مسلسلات عربية مع الإخوة السوريين، ما يناهز 5 أعمال سورية من صقر قريش، ربيع قرطبة، وملوك الطوائف، القعقاع بن عمرو التميمي، إلى عمر بن الخطاب، مع الفنان المخرج المرحوم حاتم علي. وإلى الآن لا زلت أشتغل دون أن أخفي عليكم أنني كنت موظفا بالنقل الحضري. كنت أولا كمراقب، بعدها صرت كممثل للشركة أمام المحاكم ومختلف دوائر الشرطة. إلى هنا أنا راضي على نفسي كفنان وكإنسان مغربي سلاوي. وأضيف كذلك أنني ممتن لأستاذي الجليل عبد المجيد فنيش الذي تعلمت منه الشيء الكثير. لماذا؟ لأنني في تكويني الدراسي وأنني كنت علمي، نلت شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات سنة 1979-80. اللغة العربية اكتسبتها من خلال المسرحيات مع أستاذنا الجليل عبد المجيد فنيش، الذي لم يدخر جهدا إلا ويصحح لنا مجموعة من المفاهيم في اللغة العربية والصرف والنحو، فأنا ممتن له بذلك.
كما أشكر جميع الأصدقاء الذين اشتغلوا معي ضمن مجموعة العمل المسرحي كمحمد الأثير، أمل التمار، جمال ولاد بن شيباز، سعيد بن القدار، طارق بقالي وآخرون. كما أضيف أنه لدي تلاميذ على مستوى السينوغرافيا كالفنان عمر بن العود وكطريق بقالي، فهم أخذوا المشعل على أن يكونوا يعني صناع للديكور والمناظر. مع الأستاذ الدكتور عبد المجيد فنيش تعلمنا عوالم فنون الملحون لدرجة أننا أصبحنا نفك بعض رموز القصائد التي نظمها شيوخ الملحون، لدرجة أنني أصبحت أعزف على آلة الناي وأعزف على آلة العود، وملحنا وموسيقيا ومغنيا. كل هذا يرجع إلى الأستاذ عبد المجيد فنيش الذي أوجه له التحية الخالصة، محبتي ومودتي. أما عن تكويني الأكاديمي فهو كانت مجموعة من التربصات التي كانت تقوم بها الجامعة الوطنية لمسرح الهوات سنة 82 بالجديدة، 83 بتازة، 84 بالمعمورة، وكذلك أخذت تربصا آخر بمدينة أفينيون بفرنسا. ومع لقائنا بمجموعة من الفعاليات يعني الفنية فاكتسبنا يعني الحرفة كما ينبغي وعلى أكمل الوجه، على أساس أن نكون عند حسن ظن الجمهور العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.